ازازتين ميه وعلبه لبن بخيره وعلبه تونه قطع. عايز حاجه تانية يا استاذ؟ لا شكرا، اتفضل. ايه ده لا مؤاخذه؟ انت مش عارف ايه ده؟ انت تايواني ولا ايه؟ عمرك ما شفت نص جنيه قبل كده؟ لا عارف ان ده نص جنيه، بتديهولي ليه يعني؟ زيسكار ولا صدقه مخفيه؟ لا ده الحساب. حساب؟ حساب ايه بقى؟ اكيد مش حساب المثلثات. مش شايف ان حس الدعابه اللي انت بتتمتع بيه ده اكبر مما يحتمل الموقف واكبر مما يحتمل صبري في يوم حر زي ده؟ انت منفعل ليه طيب؟ تعال نحسبها واحدة واحدة. احنا لو هنحسبها خليه خليه مش هتطلع معانا بنص جنيه في الاخر. انا خدت منك ازازتين مية وعلبة لبن وعلبة تونة، يبقى كده الحساب نص جنيه. هو انت لو مش بتهزر يعني يبقى احنا دخلنا فجوه زمنيه وخرجنا من الناحيه التانيه سنه 29 وشويه وهنشوف مظاهرات في الشارع بتهتف بسقوط حكومه اسماعيل صدقي. لا احنا في 2025 عادي. طب دي دماغ ستروكس يعني ولا ايه؟ يا حاج النص جنيه ده حساب الكيس اللي انت حاطط لي فيه الحاجة. جميل قوي. حساب الحاجه نفسها فين بقى؟ معلش هو سؤال للفضول والله مش اكتر. وانا حاسبك على الحاجة دي ليه وبصفتك ايه؟ ايه؟ بصفة صاحب الكشك طبعا. تعال نحسبها بالعقل. ازازتين المية دول مش متعبيين من النيل صح؟ اه طبعا اكيد. انا ليه بقى ادفع لك فلوس في ازازتين مية؟ هو النيل ده بتاع ابوك؟ انت اسمك ايه يا حاج؟ المعلم رشدان غباشي. يعني مش رشدان نجاشي؟ امال عايز تحتكر المية ليه؟ مش حرام عليك؟ يا ابني ما انا شاري المية دي بفلوس. هي دي مشكلتك يا حاج رشدان يا غباشي، انت اتنصب عليك. المية دي بتاعت المصريين كلهم وانا مصري والله. تحب اوريك البطاقة؟ طب واللبن؟ نفس الفكرة، في جاموسة شقيانة وغلبانة تعبت واتحلبت، انت عايز تاكل عرقها بالسهل كده؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ ادفع لك تمن اللبن ليه؟ هو انت اللي اتحلبت؟ هات لي الجاموسة وانا ادفع لها. اجيب لك الجاموسة؟ ايوه واخد بالك؟ هات لي الجاموسة وهات لي معاها تحليل الجي ان ايه بيثبت ان اللبن ده بتاعها، مش اي جاموسة كده، انا عارف الحركات دي كويس. لا انت باين عليك مبرشم بقى. هو اللي يتكلم في الحق تقول عليه كده؟ طب هتدفع تمن التونة ولا مش هتدفع؟ طبعا انت مش محتاج اشرح لك ان البحر ده بتاع ربنا والسمك اللي فيه ده بتاع ربنا، وانت ولا اكلت السمك ولا ربيته، ولو جبت لي ورقه واحده تثبت ملكيتك للبحر هدفع لك تمن التونه. انت بتخرف تقول ايه؟ ما انا دافع فلوس في الحاجات دي كلها، شاريها عشان ابيعها للناس، شاريها. لو افترضنا اللي حضرتك مقطف، مع احترامي ليك ده طبعا مجرد افتراض. كمل ايه؟ لو حد ضحك عليك وباع لك مترو الانفاق، هل المطلوب مني ادفع لك تمن التذكره كل مركب المترو؟ وانا ايه اللي خليني اشتري المترو؟ هو انا مغفل؟ انت عملت حاجة شبه كده فعلا، رحت اشتريت سمك ومية ولبن وحاجات كلها مش بتاعت حد ودفعت فيها فلوس. ايوه اشتريتها عشان ابيعها. ما انا مش مطالب اكون كروديا زيك، انت اشتريت الحاجات دي بفلوس وهي مش بتاعت حد، انا مش هغلط غلطتك. يعني انت ناوي تبلطج وما تدفعش الحساب؟ العفو يا حاج، ما اقدرش ابلطج، انا هدفع لك حساب الحاجة الوحيدة اللي تمتلكها اللي هي الكيس البلاستيك. بابا يا بابا الحق يا بابا، في قاضي يا حكشه؟ عايزك في حوار. مش وقته يا ابني، استنى اما اشوف الزبون اللي ما يعلم بيه غير ربنا ده. اصل لقيت كلب اجنبي فاكك الحبل شكله من النوع الغالي تايه في الشارع، خدته وديته البيت. ايه ده؟ الكلب ده بتاعي يا حاج، انا كنت سايبه جنبي هنا. روح هاته يا حكشه حبيبي. بتاعك بأمارة ايه يا هندسه؟ معاك ورق يثبت انه قريبك من عيلتك، اخوك في الرضاعه مثلا؟ بس الكلب بتاعي وربنا. هات لي شهاده من 2 موظفين ان الكلب ده بتاعك. يا حاج انا واخده من واحد صاحبي خلاص حق، ده ب5000 جنيه. انت مغفل بقى، دي مشكلتك. انا مغفل صح عشان ما ربطتش الكلب. طب فلوسي راحت كده يا لهوي يعني ياما. بص انا ما يرضينيش اكل حقك برضه. انا ممكن ادفع لك نص جنيه تمن الحبل اللي في رقبه الكلب.